يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف بقى. طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده، ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من المحطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة، أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وانا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أتوبيس تاني في يوم تاني مختلف. الناس كلها حالها اتبدل، الناس ابتدت تضحك جوه الأتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصلوا المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. الناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع إنه مش في إيده يحل لهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع. نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. بيتنادى علينا ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. والجميل في إلهنا إننا مش لازم نستنى في نهاية اليوم عشان نرمي أحمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في أي وقت من يومي وبعد أي موقف بمر فيه أرفع عيني ربنا وأقول له: يا رب، بحط بين إيديك مشاكلي ومصدق إنك أنت هتتولى أمري، بحط بين إيديك الأزمة وبصدق إنك أنت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس إن الأزمة هتعدي، ده هو بنفسه هيعدي معايا وسط الأزمة ومش هيسيبني أعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو أنا قادرة أرمي همي عند إلهي وارتاح، لأني مطمنة إنه راعية وأبويا، واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكلة وكل أزمة وكل معضلة مستحيلة.